يا أهلا بكل متابعين قصة فيلم. معانا النهاردة فيلم جديد، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا التنبيهات عشان يوصلكوا كل جديد. ويلا بينا نبدأ. بيبدأ فيلمنا باتنين ضباط شرطة وهم واقفين على الطريق، وفجأة بيظهر نيزك نازل على الأرض، والضباط دول ما خدوش بالهم إن في نيزك نازل على الأرض في مكان مش بعيد عنهم. بعد كده بنقابل واحدة من الشخصيات الرئيسية وهي ستارلا، وكانت في المدرسة وكانت بتتكلم مع مدرس تاني. وهنا ظهر جوزها جراند اللي أخدها للبيت، وظابط الشرطة بيل وزمايله كانوا بيتكلموا عن قد إيه هما مش متوافقين، وواحد منهم اتهم ستارلا إنها مهتمة بالفلوس أكتر، لكن بيل بيدافع عنها. بالليل في البيت جراند وستارلا بيتخانقوا، وخرج جراند علشان يتمشى شوية، وهنا راح بار وقابل فيه بيراندا، وراحوا لمكان في الغابة فيه شجرة حفرت عليها حروف أساميهم الأولى. والكلام ده كان من سنة لما كانت معجبة بيه. لما جراند لقى الأمور هتتطور مشي وسابها، وده لأنه مش عاوز يخون ستارلا. وجراند ساعتها بيلاحظ حاجة غريبة جدا على الأرض، وكان سايبة أثر. وجراند وبيراندا مشوا ورا الشيء ده ولقوه مخلوق شكله غريب، وفجأة المخلوق ده فتح وخرج منه حاجة كده شكلها غريب، والبتاعة دي دخلت صدره مباشر. وفي الوقت ده كانت بيراندا بتتفرج على جراند وهو بيقع على الأرض، والمخلوق ده بيدخل في مخه. وبعد كده جراند بيصحى لكن ما كانش بيقول أي حاجة، ومشي من المكان على طول. وبعدين أول ما وصل البيت فورا فتح التلاجة علشان يدور على أي لحمة. تاني يوم ستارلا اعتذرت لجراند لكن هو ما كانش طبيعي، وبنشوف جراند وهو قاعد يبص على الأوضة وبيفحص صور الفرح، وستارلا بتلاحظ الإصابة اللي في صدره. تاني يوم زمايل ستارلا لاحظوا إنها مبسوطة، فقالت لهم إن جراند مختلف معاها وبقى بيعاملها أحسن. وفي نفس الوقت جراند راح السوبر ماركت علشان يشتري لحمة، وفعلا اشترى كمية كبيرة ورجع البيت. وستارلا لاحظت إن باب الكابو مقفول، ولما سألت جراند قال لها إنه بيخطط لحاجة علشان يوم عيد ميلادها، لكن هي قالت له إن ده لسه بعد شهرين وبتسيبه وبتمشي. جراند ساعتها خرج بره وشاف كلب. بالليل الاتنين كانوا بيحضروا نفسهم علشان يروحوا لحفلة سنوية بتتعمل علشان بداية موسم الغزال. جراند ساعتها بيلاحظ إن حالته بتسوء، وكان حاسس إن في حاجة جواه بتدفعه إنه يعمل حاجة معينة، وفعلا مشي ناحية ستارلا وخرج طرفين كده من صدره. لكن أول ما وصل للباب اتردد، وده لأنه ما كانش عاوز يأذي مراته. ستارلا شافت جراند وهو بيبص عليها، لكن هو فورا بيلف علشان ما تشوفوش، وقال لها إنه نسي حاجة في الشغل وهيقابلها في الحفلة بالليل. وفي الحفلة بيل لقى إن ستارلا كانت لوحدها، وزميله والي قاعد يضايقه بالكلام لأنه عمره ما حاول يقرب منها. جراند راح علشان يزور بيراندا اللي كانت مبسوطة إنها شافته، لكن لما بيراندا شافت شكل جسم جراند كانت حاسة بالرعب، وحست بالرعب أكتر لما خرج نفس الطرفين دول من صدره. ومن هنا بدأت تحاول تهرب منه لكن معرفتش، ودخل الطرفين من صدره في جسمها. وبنشوف ستارلا وهي بترقص مع بيل في الحفلة، ورجعت البيت لكن ساعتها بتلاقي شكل جراند بقى غريب جدا، وهو قال لها إن دي حساسية من قرصة نحلة، ونتكلم مع الدكتور عن الموضوع ده. تاني يوم ستارلا اتكلمت مع الدكتور، لكن هو قال لها إنه ما شافش جراند من سنة، وهي مروحة بتشوف أكتر من بصرة عن حيوانات أليفة مفقودة في نفس المنطقة. وبنشوف جراند وهو ماشي ومعاه كيسين زبالة، وكان رايح يوديهم للاسطبل. وهناك كانت بيراندا مربوطة وكانت بتترجاه إنها تاكل، وفعلا أكلت كتير. وبيل ووالي راحوا بيت جراند ويسلموا على ستارلا، وبعدين قالوا لها إن بيراندا مختفية بقالها كام يوم، وطلبوا منها إنهم يشوفوا جراند، لكن هو ما كانش موجود، فعلى طول بيمشوا من البيت. وستارلا كانت حاسة بشك، وعشان كده قررت إنها تفتح القبو المقفول، وفعلا بتكسر القفل. وساعتها كانت هتموت من الخوف لما لقت جثث حيوانات كتيرة، وبتكلم بيل وبتعرفه لكن ما كانش بيرد عليها. وفي نفس الوقت جراند كان موجود قدام الشباك وكان متشوه اكتر من الاول. وساعتها ستارلا حاولت تهرب لكن لقيته قدامها واتهمها انها خانته، وبتمنعه يدخل الطرفين جوه جسمها، وضربته كمان على دماغه. لكن مرة تانية بدأ يحاول يخنقها، وفي الوقت المناسب بيظهر بيل وشوية ظباط معاه، وجراند بيهرب فورا. وبعد كده بكام يوم كانت بتدور الشرطة كلها على جراند في كل مكان، وواحد من الظباط قال ان ممكن يكون شكله غريب ده بسبب ان عنده مرض منتشر. والظباط نجحوا ان هم يعرفوا طريقته في الهجوم، وعرفوا ان الهجوم اللي بعد كده هيكون على مزرعة عائلة من العائلات اللي موجودة في المنطقة، وعلشان كده هيفضلوا موجودين في المكان ده لحد ما يوصل وبكده يقبضوا عليه. وفعلا استعد الكل علشان يخرجوا للمكان ده، لكن في نفس الوقت ظهرت ستارلا وطلبت من بيل انها تروح معاهم، وقالت انهم لو مسكوا جراند وهو حي فاكيد هيحتاجوا لها. وبيل ساعتها بيوافق، وبالليل فضلوا مستنيين لكن مفيش اي حاجه حصلت. ستارلا وبيل كانوا قاعدين مع بعض وبداوا يفتكروا الوقت اللي كانت بتحاول تهرب معاه لما كانوا اطفال. وفجاه جراند ظهر لكن شكله كان مختلف تماما، وكان ساعتها بياكل بقره. بيل كان بيتفرج على المشهد وهو مذهول، وستارلا قررت انها تعمل حاجه وقربت من جراند، وفعلا بتنجح انها تهديه، وفكرته ان الجواز هو عهد مقدس، وانها وعدته انها هتكون معاه في اللحظات الكويسه وكمان الوحشه. لكن للاسف ظهر واحد وساعتها دمر كل حاجه لما وجه سلاحه في وش جراند وهدده، وفي لحظه واحده جراند قسمه نصين،
وفي اللحظة دي كل اللي موجودين بدأوا يضربوا عليه نار، لكن هو هرب بسرعة. وبيل حط ودنه على الباب وسمع ست بتعمل أصوات غريبة، ولما دخلوا لقوا بيراندا شكلها غريب وكانت بتشتكي من جوعها المستمر، والأمور بدأت تسوء لما بيراندا قررت تتحرك، وخلال لحظات جلدها اتقطع وبعدين انفجرت وخرج منها آلاف من دود الكائنات الفضائية. والدود ساعتها بدأ يهاجم الفريق كله، وللأسف الدود انتشر في كل حتة ووصل لبيت العيلة. وكانت كيلي بنتهم الكبيرة بتستحمى، لكن دخلت دودة من الشباك ودخلت في البانيو. كيلي شافتها وخرجت بسرعة، لكن الدودة دخلت في بقها وهي بدأت تحاول تخرجها بأي طريقة. وفي نفس الوقت كانت بتشوف رؤية غريبة عن الفضائيين، وفعلا فضلت تحاول لحد ما نجحت انها تخرج الدودة دي، واستخدمت ساعتها الاستشوار بتاعها علشان تموت الدودة. وبتخرج من الحمام وبتنده على مامتها، لكن لقيتها بتطلع الدم من بقها، وراحت تشوف اخواتها لكن لقيتهم كلهم اتصابوا. وفورا جريت على الروف ونطت علشان تهرب وركبت العربية، لكن للأسف الدود حصر العربية ساعتها. وبيل رجع مرة تانية لبيت العيلة وكان سايب سلاحه لستارلا. بعد شوية بدأوا يشيلوا في ضباط الشرطة اللي وقعوا، وبعدين والي صحي وقرب من ستارلا وبدأ يتكلم، لكن كان باين ان الكائن هو اللي متحكم في دماغه. وفي نفس الوقت اعتذر عن اللي عمله وقال لها انها طبيعته. وضباط الشرطة التانيين مسكوا الشرطية اللي كانت معاهم، وستارلا وجهت السلاح ناحيتهم وفعلا فجرت دماغ والي. ولما حاولوا التانيين انهم يقربوا ضربت عليهم نار هم كمان، لكن السلاح للاسف ما بقاش فيه رصاص تاني، وقررت ساعتها انها تجري. اما العيله اللي سيطر عليها الكائنات الفضائيه كانوا بيحاولوا يدخلوا العربيه، وهنا وصل بيل وبدا يحمي كيلي. وفجاه بتظهر كائنات تانيه لكن بينجحوا انهم يهربوا ودخلوا عربيه بيل. وهنا بيشوف ستارلا وجاك بيجروا، وبيل داس واحد من الزومبي وستارلا كملت عليه، وكلهم ركبوا العربيه ورجعوا المدينه. وفي نفس الوقت بيل كلم شالبي، لكن للاسف كان عندها حاجات تانية لازم تخلي بالها منها. كيلي حكت ليهم عن الرؤيه اللي شافتها وقالت انها اتحولت لجزء من الكائن ده في لحظه معينه. واول ما وصل المدينه بيل اتصل بشالبي وهو عارف انها خلاص بقت منهم، لكن جراند اللي بقى جواها قال له ان في مفاجاه مستنياهم. وفعلا كان في زومبي بينادوا على ستارلا، وفعلا اخدوها وهي فاقده الوعي. وبيل ساعتها بيخرج من العربيه وبيساعد كيلي تخرج هي كمان، لكن جاك ما كانش محظوظ كفايه، وبيل وكيلي استخبوا في شجره بره اسم الشرطه. وبيل بيقول لها انه لو قتل جراند الباقي كلهم هيموتوا. ودخل اسم الشرطه علشان يدور على قنبله يدويه كانوا صادروها في مره من المرات، وهو جوه حاول يتصل علشان يجيله الدعم، لكن لقى نفسه قدام غزاله زومبي وبداوا يضربوا ببعض. وكيلي كان شايفه اللي بيحصل من الشباك. بيل ما كانش قادر على مقاومه الغزاله دي لحد ما كيلي دخلت وساعدته، وفعلا لقوا القنبله. وبعدين بتشوف ستارلا اللي اتنقلت للسرير وبينظفها الزومبي، وبيل بيلاحظ ساعتها ان كل الزومبي بيروحوا البيت جراند. وفي نفس الوقت ستارلا صحيت ولقت ان مفيش طريقه تخرج منها من البيت، فاخدت فرشه شعرها وحولتها لسلاح. وستارلا بدات تمشي في البيت لحد ما دخلت اوضه المعيشه، لقت جراند بقى شكله مخيف جدا وكان ساعتها غضبان. وفي نفس الوقت بيلي وكيلي كانوا بيتفرجوا من بره. بيل قرر يدخل وكيلي راحت وراه، وفي البيت جراند كان متضايق ان ستارلا خانته وما كانش قادر يستخدم صوته فاستخدم الزومبي. وستارلا قالت له انها اسفه ووعدته انهم هيكونوا مع بعض. ولما قربت منه ضربته في زوره، لكن هو بسهوله خبطها وحدفها بعيد عنها وبيخنقها. وبيل وصل ومعاه القنبله اليدويه لكن ملحقش يعمل بيها اي حاجه. وبنشوف بيل وهو بيحاول يسترجع القنبله لكن بتقع في حمام السباحه. وبنشوف جراند وهو بيدخل طرف من اطرافه جوه بيل، لكن بيل نجح انه يدخل الطرف الثاني في خزان غاز وعلى طول بيفتح الخزان، لكن جراند بيشده تاني وبيدخله جوه البيت. وبيل بيطلب من ستارلا انها تضربه بالنار، وهنا فعلا بدا جراند ينفجر، وبكده كل الناس اللي اتصابت بدات تموت لكن بيل فضل عايش. كيلي فسرت ده بان لازم الطرفين بتوع جراند يدخلوا جوه الجسم علشان الشخص ده يتحول لزومبي، ولحسن الحظ ده ما حصلش والثلاثه فعلا بينجوا بحياتهم. بس كده. ولو عجبك فيلمنا النهارده ما تنساش تشترك في القناه وتفعل التنبيهات وتقول لنا رايك في التعليقات تحت، وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه قصه فيلم على الفيسبوك عشان تتابعوا كل جديد. هسيب لكم اللينك بتاعها في الوصف تحت. سلام.